السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة ديال البودكاست ديال علاش وكيفاش. اليوم عندنا الحلقة رقم 71. هاد الحلقة هذه غادي نهضروا فيها على واحد الظاهرة اللي كل شي فينا كيشوفها في حياته اليومية، واللي كاين اللي كيعيشها بزاف، كاين اللي يقدر يعيشها شوية، ولكن كل شي فينا عارفها. وهي واحد الظاهرة اللي كتبرزط وما كتعجبش، ولكن في نفس الوقت خصك تتعامل معها حيت كاين بزاف ديال الناس اللي هما فيهم. هاد الظاهرة اللي غادي نهضروا عليها اليوم هي الظاهرة ديال الأستاذية. غادي نبداو بحال ديما بالتعريف ديال الظاهرة، ومن بعد غادي نحاولوا نشوفوا علاش كتكون هاد الظاهرة، شنو السبب ديالها، وكيفاش حنا نقدروا نتعاملوا معها. بطبيعة الحال هاد الظاهرة دي مرتبطة بزاف ديال المواضيع اللي حنا هضرنا عليهم من قبل، لان اصلا الفكرة ديال هاد البودكاست كما كنحاول نقولوها ديما هي نتعلموا ونحللوا بزاف د الحوايج في حياتنا، ونجمعوا المفاهيم اللي كنهضروا عليهم وكنحاولوا نفهموهم باش اننا نربطوا بيناتهم. فالظاهرة الأستاذية مرتبطة بالظاهرة ديال النقاش، مرتبطة بالنخبوية، مرتبطة بزاف ديال الحوايج اللي هضرنا عليهم في حلقات اخرين، واللي غادي نحاولوا بشويه بشويه نبقاو نجمعوا بيناتهم ورا ما نعرفوا الموضوع. المهم ماشي بحال المواضيع الاخرين، هذا الموضوع ديال الأستاذية لقيت شويه ديال الصعوبة باش نوجد ليه، لانه ملي كنجي نقلب على الأستاذية ولا على شي حوايج اللي عندها علاقه بها ما كنلقاش بزاف ديال نقولوا ديال المصادر ولا الناس اللي كتبوا عليها. الا كتبتي الأستاذية في جوجل غادي يخرج لك واحد المفهوم اللي هو انك تتولي استاذ، بحال واحد النوع ديال الدبلومات، يمكن بالونجلي كيتسمى بروفيسور شيب، وقال هي باش الواحد كيولي استاذ جامعي. ولكن حنا في المغرب كنقولوا الاستاذيه لانه شي واحد كيتعامل معك بحال هو استاذ وكيوريك وانت ما عارف والو. وهاد الظاهره دي تقدر تلقاها بزاف بحال دابا في النقاشات، ملي كيكون شي واحد كيتناقش مع الاخر وكيجي شي واحد كيبدا يفهم عليه بحال هو اللي عارف وانت ما عارف والو. وهاد القضيه هذه ديال الاستاذيه نقدروا نسميوها بحال دابا الفهامات، ان شي واحد فيه الفهامات كيحاول يفهم عليك، ولا شي واحد عاجبو راسو، ولا شي واحد فهايمي. يعني ما كاينش واحد الكلمه بالضبط اللي كتعطي هذا المفهوم هذا نيشان هو هذاك. ولكن انا سمعت شحال من واحد كيقول الاستاذيه وجاتني هي اقرب حاجه. علاش؟ لانه الاستاذيه بالنسبه لنا حنا في المغرب، الاستاذ هو شي واحد اللي كيهضر وكيقول واحد الحاجه والتلاميذ خصهم يسمعوا، يعني كيمشي داكشي في اتجاه واحد. الاستاذ كيعطي المعلومه، هو اللي عارف المعلومه، هو اللي عنده الحق، كيعطيها للتلاميذ، التلاميذ ممكن لهمش يناقشوا، كيسكتوا، كيسمعوا المعلومه وصافي وكتدخل لهم راسهم. بطبيعه الحال هذا المفهوم اصلا هو مناقش، لانه الاستاذ ماشي هذا هو التعريف ديالو بشكل عام. بشكل عام الاستاذ التعريف ديالو هو شي واحد اللي كيعطيك واحد الدرس، ولكن انت تقدر تسولو، تقدر تناقش معاه، تقدر كاع ما تتفقش معاه وتقول له لا راه هادشي اللي كاين في المقرر ماشي صحيح وناقص شي معلومه، ولا هادوك اللي كتبوا المقرر عندهم واحد التوجه وداكشي علاش قالوها بحال هكا. ولكن حنا غنحاولوا نركزوا على الاستاذيه كما حنا كنسمعوها. يعني مثلا كتكون في شي نقاش في التلفازه كيداب زوجوج كيقول هو ما ديرش عليه الاستاذيه. ملي كيقول له ما ديرش عليه الاستاذيه يعني كيقصد بها هاد القضيه هذه بالضبط، ديال انه راه ماشي انا تنقرا عندك وما عارف والو، وانت هو اللي عارف كلشي وغتجي وغتوريني وغتبقى تملي عليا وتفتي عليا في اتجاه واحد. يعني النقاش كيكون في جوج الاتجاهات. وداكشي علاش قلت ان هذا المفهوم مرتبط اصلا بالمفهوم ديال النقاش اللي كنا درنا عليه الحلقه، ومرتبط حتى بالمفهوم ديال انك تساوي مع الناس. يعني على حسب كل واحد كيفاش كتهضر معاه كتشوف النقاش ولا المستوى ديال النقاش كيفاش غيكون. كاين اللي غادي تجلس تناقش معاه من نيتك لانه كيستحق وكتلقى انه حتى هو كيناقش من نيته واخا تكونوا ما متفقينش، وكاين اللي غتلقى غير تيخربق ولا جلستي كتناقش معاه غتضيع الوقت. وكاين 8 المليار د البشر وانت ما عندكش 8 المليار ديال السوايع ولا ديال الثواني اللي غادي تجلس تضيعهم مع كل واحد. فهذا هو المفهوم ديال الاستاذيه كما قلت، ولكن لقيت صعوبه بزاف باش نقلب عليه، ما لقيتش عليه بزاف د المصادر، وحاولت حتى باش نقلب بلغات واحده اخرين، ولكن ملي كنترجمها ما كنلقاش الكلمه 100% اللي صحيحه. كنلقى مثلا اما شي واحد اروغنت يعني عاجبو راسو ولا مفرعن، ولكن هذاك ماشي استاذيه، ديك حاجه اخرى. واخا هما كاين واحد الارتباط بيناتهم، ولكن شي واحد عاجبو راسو يقدر يكون هو شي واحد ما باغيش يهضر معاك، يعني كيشوف الفوق هزني فوق. يقدر يكون هو شي واحد ما غيتواضعش معاك كاع، بينما الاستاذيه هو غيكون شي واحد غيهضر معاك، غير هو يهضر معاك بواحد الطريقه بانه هو اللي عارف وانت ما عارف والو. لقيت عاوتاني واحد المفهوم واحد اخر اللي تا هو يقدر يكون قريب ليه. صراحه ما لقيتش الترجمه ديالو مزيانه بالدارجه، واقيلا ما كايناش. ولكن هذه الكلمه بالونجلي هي بيدنت ولا بالفرنسي هي بيدون. هذه الكلمه ديال بيدنت ولا بيدون هي شي واحد اللي كيبغي ديما يصحح الاخطاء، كيبقى يركز بزاف، كيحكر اي حاجه خاطئه كيبقى يركز لك عليها. بحال ديك الناس اللي عز عليهم يصححوا الاخطاء اللغويه. مثلا انت كتكون كتهضر كتقول شي كلمه بالفرنسي وتخرج لك شويه عوجه، هو خصو يصحها لك ويضحك عليك وهذا وسميتو. ولا كتكون مثلا كتبتي شي نص
وغلطتي في الهمزه ما كانش هذا وسميتو، هو ما يقدرش يخليها دوز. هاد النوع ديال الناس كيتسموا بيدنت. وما غاديش نقولوا عاوتاني واش هذه حاجه زوينه ولا خايبه، ولكن هذه شويه هو اقرب حاجه بانت لي لهذا المفهوم ديال الاستاذيه. يعني شي واحد الا شاف شي حاجه غلطه ولا بالنسبه له هو غلطه خصو يصحها وما يقدرش يخليها دوز. وهاد المساله هذه كترتبط بالشخصيه، يعني كاين اللي هو شخصيته دايره بحال هكا خصو الا شاف شي حاجه ما يخليهاش دوز، وكاين اللي هو بالنسبه له هو ديما عنده الحق وما يمكنلوش انه ما يخلي الناس الاخرين غاديين في الغلط، يعني هذا هو بالنسبه له. فهذاك الشيء علاش يقدر يدير لك هاد الظاهره ديال الاستاذيه. وهذاك اللي كيكون عند راسو ديما عنده الحق عاده هو ما كيديرش راسو في موضع السؤال، هو بالنسبه له راه عنده الحق، وملي غيهضر معك ما غيهضرش معك في اطار انه يقدر هو ما عندوش الحق ولا غلط، هو غيهضر معك نيشان في المنطلق ديال انه راه هو اللي عنده الحق وهو اللي غيصح عليك. وهذا الشيء هو اللي كيجيب هذه الظاهره الاستاذيه. يعني انه شي واحد اللي كيكون واحد الافكار عنده في حياته مثلا 50 عام هو عنده في حياته ولا 60 عام هو عنده في راسو، ما يمكنش هو كاع اصلا طيح له في راسو انه يمكن ديك الفكره اللي عنده غلطه، ما يمكنش. يعني هو نيشان ملي غيشوفك انت قلتي العكس ديال داكشي نيشان غيمشي باش يصح عليك، ماشي غيمشي باش يناقش معاك ولا هذا. واخا هو كاين اللي غادي يهضر معاك بواحد الطريقه فيها النقاش، هذاك النقاش في انه هو يجرك لعنده باش هو يقول لك راه هو عنده الحق. ونقدروا نعطيو شي مثال اللي واخا مثلا كيضحك شويه ولكن غير باش نفهموا. دابا نتخيلوا شي واحد عند راسو الارض راه مسطحه، يعني الارض ماشي دائريه وما كدور على شمس، الارض دايره بحال شي بيتزا. دابا بالنسبه لهذاك اللي هو عنده 70 عام في عمره بالنسبه له الارض دايره بحال بيتزا. دابا هذاك ملي غادي تلاقاه وسمعك قلتي في الزنقه الارض راها مدوره وكدور على الشمس، هو ما غاديش يجي ويقول لك لا وكيفاش العلماء شنو قالوا العلماء وريني الدليل. يقول لك انت تتخربق، الارض راه دايره بحال البيتزا وانا كبر منك وانا عارف اللي كاين، وانت تتخربق. وكنت تحترم، خصك تحترم هذوك الناس اللي كبر منك وما تبقاش غتجي وتقول اي حاجه، وكنت تسمع واش انت قليل الاداب وصافي وغادي يدوز. دابا هذا واحد المثال هو كاريكاتوري بزاف لانه قليل في النقاشات غيدوزوا بحال هكا، لانه الا دازوا بحال هكا الناس غيدابزوا. ولكن هذا هو اقرب تعريف اللي نقدر انا في نظري نديرو للاستاذيه في اطار هذا الموضوع اللي بغينا نناقشوه. وانا كنظن انه الاغلبيه ديال الناس اللي كيسمعوا هذا البودكاست الا ماشي كلشي غيكون تلاقى ناس في حياته ولا هضر مع ناس في حياته اللي كيتعاملوا معاه بحال هكا، يا اما شي واحد حيت هو كبر منه صافي راه كيفترض ان عنده الحق، ولا شي واحد اللي حيت هو راسو قاصح وعنده واحد الفكره في راسو بالنسبه له راه عنده الحق. هادو كلهم ماشي مشكل. المشكل كيكون قتاش كيكون الا نتايا ما عليك ما بيك هو كيجي وكيبغي يفرض عليك ديك الافكار بواحد الطريقه كما قلنا ديال الاساتذه، يعني دير واحد الطريقه ديال كيجيك من اتجاه واحد كيبقى يلوح لك الفكره. واخا هما الاساتذه ظلمناهم الصراحه لان كاين بزاف د الاساتذه الله عمرها داروا كيقبلوا النقاش، ولكن المهم هو كيفرض عليك واحد الفكره وهو اللي عنده الحق وانت خصك تسكت وخصك تسمع. اذا بحال اللي شفنا التعريف ديال هذا المفهوم ديال الاستاذيه شويه معقد وشويه صعيب، خاصه انه حاولنا حنا اللي نركبوه حنا اللي نكونوه وناخذوه من خلال واحد المثال اللي كان كاريكاتوري ولكن باش يعطينا الفكره، حيت هذا المفهوم ما كيطلقاش بزاف في القواميس. وكان حاولنا حنا اللي نركبوه لانه واحد الحاجه اللي كنشوفوها في حياتنا وكنسمعوها في النقاشات، ماشي غير النقاشات اللي في التلفزه ولكن حتى النقاشات اللي حنا كيكونوا عندنا في حياتنا. فداك الشيء علاش وبحال ديما كان خصنا نحطوا واحد التعريف واخا يكون صعيب، ولكن اهم حاجه ديما كما كنقولوا في البودكاست هو خص يكون التعريف كلشي متفق عليه باش عاد من بعد ندوزو للنقاش وندوزو للتفلسيف. المهم كنتمنى انه التعريف هذا يكون دابا مضبوط، ولكن الا افترضنا انه رحنا ضبطنا التعريف ندوزو للنقاش. اول حاجه بالنسبه للنقاش اللي كنقدروا ندوزو لها هي نشوفوا علاش الواحد تقدر تكون عنده هاد الاستاذيه هذه في راسو. انا كنظن كاين بزاف د الاسباب، وهاد الاسباب حتى هما ما لقيتهمش في شي مصدر، هادو غير افتراضات ديالي، ولكن على حسب الملاحظات اللي كندير يقدر يكونوا شي حوايج صح يقدر يكونوا شي حوايج غلطين، ولكن الهدف هو اننا كاملين نحاولوا نتفلسفوا ونحاولوا نلقاو كاملين شي فهم حسن لهاد الظاهره هذه. اول حاجه ولا اول سبب في نظري هو المجتمع. يعني كاين بزاف ديال انواع المجتمعات في العالم، كاين الانواع المجتمعات اللي كتشجع انه يكون واحد النقاش واحد التعدد ديال الافكار والتقبل ديال الاختلاف. يعني مثلا شي واحد كيفكر بواحد الطريقه وواحد كيفكر بطريقه اخرى، واحد عنده واحد الايديولوجيه وواحد عنده ايديولوجيه اخرى، وهاد الناس كلهم
عايشين في نفس البلاصه وتا واحد فيهم ما كيمشي للحبس حيت عنده واحد الراي، ولا تا واحد فيهم غادي يجريو عليه حيت هو كيفكر بواحد الطريقه ولا عنده واحد الايديولوجيه ولا شي حاجه. ملي كيكونوا هاد الناس كاملين معايشين وبخير ما كتكونش بزاف ظاهره الاستاذيه، لانه اصلا كيكونوا بزاف الافكار، والى شي واحد اللي هو مثلا كيعتبر راسو كبير في العمر عنده شي فكره، غيلقى واحد اخر حتى هو اللي كبير في العمر حتى هو عنده فكره من جهه اخرى، وصعيب باش انه يبقى يبان عليه ولا سميتو. فانه عندك واحد المجتمع اللي هو كيتقبل الاختلاف وكيتسامح مع الافكار الاخرى ومع الاراء الاخرى وما فيش القمع، كيخلي بلي هاد الاستاذيه كتقلال. اذا باش الاستاذيه تكون اكثر كيخصك واحد المجتمع اللي هو مثلا فيه افكار غير في اتجاه واحد معينه من واحد الجهه مفروضه ولا ماشي مفروضه داك موضوع اخر، ولكن فيه كيتقبل فكره واحده، وهذيك الفكره هادوك الناس اصلا اللي هما عندهم الاستاذيه هما براسهم راه واحد النهار تفرضت عليهم ملي كان صغير، بقاو تيقولوها له ويعاودوها له ويقولوها له ويعاودوها له حتى تا هو تيولي تيقولها وتيعاودها، وبالنسبه له هذيك الفكره هي الصحيحه، وخصو يصحح الافكار اللي عند الناس الاخرين اللي مختلفين عليه، حيت هو ما كيتقبلش الاختلاف، ماشي حيت هو انسان خايب، ولكن حيت هذاك المجتمع اللي كبر فيه ولا ديك البلاصه اللي كبر فيها دايره بحال هكاك. انا من خلال الملاحظه ديالي هذا واحد من الاسباب الكبيره علاش كاينه هذه الظاهره. واحد السبب واحد اخر هو الطريقه ديال كيفاش كيتعاملوا الناس بيناتهم في المجتمعات. يعني كاين شي مجتمعات اللي كيعطيو تشجيع اكثر لانه الواحد يخرج من القوقعه ديالو ويعطي شي افكار اللي واخا تكون صادمه ولا شي حاجه، وتما اصلا فين كنلاحظوا العباقره ولا العلماء ولا المبدعين فين كيبانوا. ونقدروا نعطيو واحد المثال اللي كان معروف في التاريخ، هو المثال ديال الاندلس. علاش هذيك الاندلس كانت مزدهره؟ لانه كان اي واحد كيجي من اي بلاصه كيقبلوه، خاصه الناس اللي هما علماء واللي كيحاولوا يخدموا على شي حوايج اللي جداد، كيتقبلوهم وكيزيدوا يطوروا داكشي. اما البلايص اللي كانت ما فيهاش ما كيتقبلوش الاختلاف كيبقاو متخلفين، لانه كيبقى عندهم واحد الفكره كيبقاو يديروها ويعاودوها، وكيموت الجيل الاول ويجي الجيل الثاني ويبقاو يعاودوا يدوروا نفس الفكره في راسهم، ما عمرهم ما تيزيدوا لقدام، ما تيتقبلوش الاختلاف وما تيتقبلوش التغيير، يعني حتى حاجه ما كيبغيوها تبدل. هذا واحد من الاسباب الاخرى. كاين واحد السبب اخر اللي هو الطريقه ديال التربيه. هما كلهم هاد الاسباب مرتبطين بالمجتمع بشكل من الاشكال، ولكن كل واحد من جهه. الطريقه ديال التربيه مثلا التعليم، يعني كاين بلايص اللي فيها التعليم فيه غير الحفاظه، حفظوا عرض داكشي اللي قالوا لك غادي تردوا، حفظوا عرض. يعني انت اصلا ملي غتكبر ما عارفش شي حاجه اخرى، عارف انه داكشي اللي حفظتيه هو اللي كاين وخصك تعرضه. وهذا الشيء مرتبط بزاف بواحد الحلقه كنا هضرنا فيها على الوعي. انا كنظن كاين علاقه كبيره مع هذا الشيء، لانه الوعي ما عندوش علاقه بالقرايه. يقدر شي واحد يكون عنده ماستر ولا عنده الدكتوراه ولا باحث كاع في شي حاجه وما يكونش انسان واعي، لانه الوعي ما مرتبطش بانك تمشي لواحد القسم وتدوز واحد الامتحان وتتنجح فيه. الوعي مرتبط بنت في حياتك، كيفاش كتشوف العالم اللي كيدور فيه اللي كيدور عليك، كيفاش كتتبع الاخبار، كيفاش عارف كل حاجه كي دايره، كيفاش كتربط بين داكشي المفاهيم اللي كتشوفها في حياتك، وهادشي ما عنده حتى علاقه بالقرايه. وهذا واحد المغالطه كبيره اللي كتوقع في بزاف د البلايص. كاين بزاف ديال البلايص في العالم وبزاف د البلدان اللي هما بالنسبه لهم عندهم غير داكشي اللي نفعي وبراغماتي، خاصك غير تقرا وتجيب مزيان باش تنجح، باش تخدم خدمه مزيانه وتخلص مزيان، هكا كيشوفها الواحد. وهذا الشيء طبعا انا ما كنقولوش في اطار انه دوك الناس اللي كيفكروا هكاك راه خايبين، لانه والله يحسن العوان. الا شي واحد عايش في واحد الظروف خايبه وخاصو يتقدم في حياته، راه كيبان له هذا هو الحل الوحيد. الحل الوحيد هو خصك تمشي لهذوك النوع ديال الحوايج اللي غادي يعتقوك ويعتقوا عائلتك. فبالتالي هو ما غاديش يجلس يسمع لهذا البودكاست، ولا غادي يجلس يتفرج في الاخبار ديال اوكرانيا والحرب في اوكرانيا، ولا غادي يدير شي حاجه اللي غادي توسع له الثقافه العامه ديالو. غادي يكون التركيز ديالو كامل على هذيك الحاجه اللي هو غادي يمشي فيها بعيد. مثلا الا شي واحد كيعرف الرياضيات مزيان يبقى يقرا الرياضيات، ولكن غادي تسولو على شنو هي العاصمه ديال ليبيا يقدر ما يعرفهاش، لانه هو ما العاصمه ديال ليبيا ما تنفعوش باش انه يجيب حسن في الرياضيات. يعني كاين هذه المساله هذه. يعني الوعي عنده علاقه كبيره بهذه النقطه اللي هضرنا عليها ديال الاستاذيه. قلنا كاين الوعي وكاين التقبل ديال الافكار ديال الاخرين، وكاين حتى الواحد هو كيدوز حياته. يعني هنا غندوزو شويه المستوى الشخصي، ولكن مثلا الا كان شي واحد اللي سافر بزاف، اللي تلاقى بزاف الانواع ديال الناس، اللي شاف مشى لشحال من مدينه، مشى لشحال من بلاد، تلاقى بزاف د الناس مختلفين، عاده كيتواضع اكثر، لانه هو في الاول كيسحب له راسو عارف بزاف، ولكن يقدر يمشي لواحد البلاصه اخرى كيهضروا لغه اخرى. مثلا شي واحد من وجده ومشى لاكادير غادي يلقى الناس تيهضروا الشلحه،
غادي يعرف انه راه ما تعرفش كل شيء. كاينه مثلا الشلحه ما تعرفهاش، ولا شي واحد مثلا من اكادير مشى للناظور غيلقى الناس كيمشي كيهضروا الريفيه، غيقول وراه كاين واحد الحاجه انا ما تنعرفهاش. يعني انا ما يمكنش نكون تنعرف كل شيء في العالم، بينما الا شي واحد من اكادير بقى حياته كلها في اكادير في اللي كيتسمى الكومفورت زون ديالو، يقدر يسحب له بانه راه عارف كل شيء، ويقدر يكون عرضه لهاد الظاهره هذه، لانه هو بالنسبه له ما عمره ما تاكسبوزا، ما عمره ما تحط في واحد الوضعيه اللي غيكون ما عارف فيها والو، ولا تالف اللي غادي تخليه انه يحس باللي راه يمكن راه ما عارفش كل شيء، ويقدروا شي ناس عارفين حوايج اخرين على مواضيع اخرى. فانا في نظري مهم بزاف. شي مرات كنكون كنهضر مع صحابي كنقول لهم راه مهم بزاف الواحد يمشي يعيش شي عام ولا عامين في شي بلاصه ما كيعرف عليها حتى حاجه، الا توفرت له هذه الفرصه. وانا هذه نصيحه كنعطيها، لانه كتخليك انك تعيش واحد التجارب اللي غادي تعرف بزاف على راسك، غادي تعرف بزاف على العالم، وغادي تنقص عليك بحال هاد المسائل هادو، غتولي بزمنك غير خصك تواضع، لانه شحال ما كنتي عارف راه ما يمكنلكش تعرف كل شيء. كاين واحد الاحصائيه كانوا داروها واقيلا باحثين امريكانيين، قال لك انك باش تكون خبير في جميع العلوم اللي كاينه في العالم خصك تقرا 87 عام. 87 عام. دابا نتوما تخيلوا ان الباك فيه 12 عام، والاغلبيه الناس مورا الباك كيقراو 3 سنين ولا 5 سنين، ولا كاع الدكتوراه 8 سنين، ولا كاع كنتي طبيب غتقرا 13 عام مورا الباك، يعني هي 25 عام. الا بغيتي تكون خبير في كل شيء اللي كاين في العالم خصك تقرا 87 عام. حيد منها العوامات اللي انت اصلا تتكون ما تتعرف لا تقرا لا والو، قول واحد 6 سنين، يعني خصك تكون عندك 93 عام. انت اصلا قول يا ربي غير نعيش 93 عام، عاد قول من بعد 93 عام غنعرف فيها كل شيء. الصراحه انا ما عنديش خبره في الطب النفسي، والهدف من اللي كنهضر على هاد المواضيع في هذا البودكاست ماشي هما باش نقول للناس ها كيفاش غديروا ولا هاد القضيه هذه اللي صحيحه، ولكن الهدف ديالي هو انه كنحاول ناخذ شي موضوع اللي كنفترض انني ما عارف عليه والو، وكناخذ التعريف ديالو، ومن ديك التعريف كنبقى نفكر، يعني كنخدم عقلي. والفكره هي انه كنقول باللي اي واحد في العالم الا كان عنده غير واحد شويه ديال الوسائل ديال التحليل خصو ياخذ التعريف وتا هو يفكر بنفس الطريقه وبدا يتفلسف. فمنها كنوليو فاهمين ديك الموضوع مزيان، وكنكونوا على شي راي اللي كيكون عندنا قوي، ومنها كنثقوا اكثر في راسنا باللي حنا حتى نقدروا نديروا انتاج علمي، وتا حنا نقدروا نمشيو بعيد في التحليل ديال بزاف ديال المواضيع اللي واخا تكون معقده، لانه اي حاجه معقده راه كتبدا باننا كنقسموها لحوايج ساهلين، والجمع ديالهم هو اللي كيكون معقد. فاحنا نتعلموا نقسموا داكشي اللي معقد لداكشي ساهل باش حتى حنا نمشيو بعيد. بالنسبه لهذا الموضوع الاستاذيه كنركزوا على نفس الطريقه. دابا انا ما غاديش نقدر نحللها من الناحيه النفسيه، واخا انا متاكد بانه العلماء النفسيين راه يكونوا يحللوا بزاف هذه القضيه هذه ديال الاستاذيه، ولقاو باللي مثلا واحد كتكون فيه الاستاذيه حيت يقدر الشخصيه ديالو ضعيفه وكيحاول يغطي عليها بانه كيبين بانه كيعرف كل شيء، ولا باللي شي واحد عنده واحد الجوع ديال السلطه وخصو السلطه، وبالتالي هو ملي تتهضر معاه تيقول لك لا انا هو اللي عارف، وتبدا يقول لك ها كيدير ها كي ما ديرش. ولكن يعني انا كنحاول نشوف غير الملاحظات ديالي، داكشي اللي شفتو في حياتي، ونتقاسم معكم، وتنتوما راه غتكون عندكم ملاحظات ومنها تكونوا تنتوما فكره ونديروا نقاش. بالنسبه ليا هاد القضيه ديال الاستاذيه هي قضيه فيها مشكل كبير. شنو هو المشكل الكبير؟ المشكل الكبير هضرنا عليه نيت في الحلقه ديال النقاش، هو باللي انت ما كتختارش ديما مع من كتناقش. وكاين بالضبط واحد الجوج ديال الامثله اللي هما غادي يكونوا الصعاب في الحياه الواحد، اللي هما العائله والخدمه ولا القرايه ولا البلايصه اللي انت ما اختاريتهاش وخصك تكون فيها. فهاد الامثله هادو الا كنتي كتعرف شي واحد اللي كيدير عليك هاد الاستاذيه كتكون الحياه شويه صعيبه. يعني ديما غادي يجي شي واحد غيقول لك انت غادي تتخربق، ها كيفاش خصك دير وانا اللي عارف وانت سكت. هاد سميتو الظاهره هادي كتخلي الواحد كيولي كيتعامل بجوج طرق. الطريقه الاولى يا اما هذا كله كنشوفه من التجربه ديالي ومن الناس زعما اللي تلاقيت واللي كنهضر معاهم. الطريقه الاولى هي انه كتبقى تجاوب هذاك الانسان، ولكن ما عمرك ما غتطفرو، لانك انت ملي تتجاوبو غير تدابز معاه ويقدر كاع يوقع شي مشكل كبير. وكما قلت الا كانت امور بحال دابا عائليه ولا في الخدمه ولا شي حاجه تقدر تخلق لك مشاكل كبار اللي انت ما غاديش تبغيهم. وكاين الطريقه الثانيه ديال انك تتميك وتتنافق، اللي اصلا درت على حلقه خاصه
ديال ان الواحد واش خصو ديما يبقى يسلك، واش خصو ديما يعطي الجهد ديالو باش يجلس يناقش مع اي واحد، ولا مره يخلي الحاجه كتدخل من ودان وتخرج من ودان اخرى ويبقى يقول غير بالنسبه لي زعما ما كاينش واحد من هاد الجوج ماشي هو الحل. يقدر يكون واحد حل في حوايج وواحد حل في حوايج اخرى، لانه داكشي كيرتبط بزاف بالوضعيه وكيرتبط بك حتى انت كبنادم. كاين الناس اللي هما عندهم قابليه كبيره باش انه يجلس يناقش ويعاود يناقش وكيصبر تبارك الله، ويقدر يبقى يعاود يناقش كل مره نفس الموضوع وما عندوش مشكل، وانا تنحيي هاد الناس. وكاين اللي ما تيقدرش، كاين اللي كيعيا، كاين اللي كيشوف انه الاولويه في حياته يدير حوايج اخرين، كاين اللي كيبان له بانه راه الامل مفقود، ما غاديش نجلس انا نناقش مع شي واحد ونعاود نناقش معاه حيت غادي نضيع غير وقتي وغنضيع له حتى هو وقته. ولكن هادو كيبقاو اختيارات، يعني ما كما قلت ما غاديش نجي انا وندير الاستاذيه اللي اصلا هي ما بغيتش ندير الاستاذيه ونقول شي واحد لا خصك دير هكا ولا ما خصكش دير هكا. ولكن انا شخصيا كيجيني بانه طالما الواحد يقدر يبعد من هاد المصادر هادو ديال الاستاذيه اللي غادي يتعاملوا معك بحال هكا مزيان. كاين واحد زعما الاستثناءات اللي هما مثلا يقدر يكون شي واحد اللي هو ما كيديرش بالعاني، شي واحد اللي حيت هو كبر في واحد الاجواء وتعلم بواحد الطريقه وكيعرف يهضر هكاك، ويقدر هذاك الا شرحتي ليه يقدر يكون كيتقبل باللي راه خصو يفكر بصح، خصو يفكر ويعاود يقول لا راه يمكن ماشي هكا ويراجع راسو كاع. ولكن ندو يكونوا اقليه، خاصه الا كان الواحد شويه كبر في العمر. وكما قلت مزيان تنصح الواحد مثلا انه يسافر، انه يتفرج غير في التلفازه، يتفرج غير في وثائقيات، يقدر يبدل بزاف د الافكار ديالو. هذه وحده من الطرق اللي هي ماشي زعما ما كديكش المدابزه مع داك الواحد، ولكن اللي كتخليه انه يقدر يبدل الافكار ديالو. يعني مثلا توريه هاد الثقافات الاخرين كيفاش كيعيشوا، تقدر تمشي مع بلاتي هي احسن. كما قلت لك كان شي واحد اللي قريب ليك وما تقدرش انت تقطع معاه كل شيء، يقدر يكون واحد الفرصه مزيانه انك مثلا تعرفوا على ثقافات اخرى، ولا انك تقول له اجي نسافروا، تسافر معاه توريه. راه الواحد بحال هكا كيتحلو عقله، لانه بعض المرات الواحد كما قلت غير حيت هو كبر في واحد الاجواء وما كانش عنده فرصه باش يشوف حوايج اخرين، داكشي كيبقى له بحال هكاك في راسو، ماشي هو اختار. ويكون ممكن هذاك الانسان تولد في النرويج ولا في اليابان كان غيكون انسان متفتح، يعني نفس الانسان بنفس الشخصيه بنفس كل شيء، غير حيت هو ما عنده زهر يمكن طاح في واحد الاجواء مع واحد الناس اللي داروا به اللي ما كانوا هما كيلصقوا ليه ديك الافكار، يقدر يكون بحال هكاك. ولكن انا في نظري كما قلت ما كاينش واحد الحل اللي هو صحيح ولا اللي هو غلط، كيخصك انت تشوف عينيك ميزانك. المهم هو بعدا اولا انت ما تكونش فيك الاستاذيه، هذه اول نقطه. وشي مرات راه صعيب، لانه الى طحتي نعطيو المثال ديال ديك الارض بحال البيتزا، حيت هذيك واخا كيضحك ولكن مثال زوين. دابا انا كنفترض انه كاع الناس اللي كيسمعوا هذا البودكاست كيامنوا بان الارض راه دائريه وكتدور على الشمس. كنفترض الا كان شي واحد كيامن انه الارض راه مسطحه شغلوا هذاك، ولكن انا ما غاديش نقنعه، صراحه ما عنديش الوقت باش نقنعه. ولكن الا كان شي واحد بغى يقنعه مرحبا. ولكن بالنسبه لي كنفترض انه كاع الناس اللي كيسمعوا هذا البودكاست بالنسبه لهم الارض راه دائريه. اذا تخيل انه انت جا شي واحد هضر معك قال لك لا الارض راه مسطحه، الارض راه دايره بحال الورقه ديال البسطيله مسطحه. دابا هذاك انت تقدر تجي وتضحك عليه وتقول له ها تتخربق، الارض راه دائريه وغتزيد. الا درتي له بحال هكا انت تكون مارست عليه الاستاذيه. فواش هاد الاستاذيه ظاهره زوينه ولا ظاهره خايبه، هذه ما نقدرش نجاوب عليها، لانه راه بطبيعه الحال الارض راه ماشي مسطحه. ولكن انت كيفاش غتتعامل باش انك تجاوبه؟ لانه كاين شي حوايج اللي يقدروا يكونوا كيعصبوا، خاصه الا انت تلاقيتي بزاف ديال الناس اللي هما كل مره تيبقاو يعاودوا لك نفس الحاجه. مثلا تلاقيتي بزاف الناس ما تعرفوا والو في السياسه وتبقى يقول لك هذا السيد هذا واعر وتيدير داكشي مزيان، ولا تي هما ما عارفينش مثلا ما واعينش. ولا تلاقيتي بزاف ديال الناس اللي تيامنوا بشي حاجه ديال السحر. دابا المشكله انت كانسان شنو الاولويه اللي غتعطي في حياتك؟ الا كانت الاولويه في حياتك القضيه ديال حياتك هي انك تحارب داكشي، راه تقدر دير جمعيه وتبقى تحارب الافكار ديال الشعوذه وداكشي، وفعلا غتبقى تعطيهم الوقت لكل واحد. ولكن الا كنت انت في حياتك كدير حاجه اخرى، ما يمكنلكش تعطي ساعه في النهار لهذا الموضوع هذا. فواش انت غتكون درتي غلط ومارستي الاستاذيه لانه جا شي واحد قال لك هذاك الشيء وضحكت عليه وزدتي؟ انا الصراحه ما نعرفش، ما نقدرش نجاوب، لانه عاد طحت عليا هذه الفكره غير في اطار انا كنهضر وطحت عليا الفكره. ولكن كتبان لي هذه واحده من الافكار اللي هي زوينه بزاف اننا نفكروا فيها ونتعمقوا فيها، وما عندهاش علاقه غير بالاستاذيه، عندها علاقه بزاف ديال الظواهر اللي هضرت عليهم قبل. من هضرت على ازدواجيه المعايير، يعني واش ضروري انك الا درتي شي وحده من هاد الحوايج انك انت خايب،
واش كاين شي ناس في نظركم نتوما اللي كيستحقوا انك تطبق عليهم الاستاذيه لانهم صافي فات عليهم الفوت، ولا واش خاص الواحد ديما يكون عنده الخاطر ويناقش مع كل شيء؟ شنو بان لكم نتوما؟